ولك شو هاد يا جزائر، ولك شو هاد يا جزائر. 4-0 4-0. صحيت صليت الفجر وطلعت عم بطلع على النتيجة 4-0 على بوليفيا. حبايبي منتخب الجزائر ما هو سهل، والأرجنتين لازم يحسب حساب مليون مرة قبل ما يلعب مع الجزائر. لسه عندي كلام. جود لك انت، ان شاء الله نديروا مليح في كوب دي موند، نربح ميسي ان شاء الله. اسمع الجزائر والأرجنتين هي المباراة التي سترد اعتبار العرب من جديد. مصر كلها مع الجزائر. والله انا عارف ومتأكد ان انتوا ان شاء الله هتعملوا ماتش تاريخي، وده مش تطبيل والله. الجزائر معروفة من زمان انها من اقوى واشد الفرق اللي بتلعب ماتشات تقيلة. والله هو من القلب كل المصريين هيشجعوا الجزائر في كاس العالم. رسالة للاعيبة الجزائر، شعب الجزائر بس مش اللي بيشجعكم، شعب مصر كله بيشجعكم، وعلى ما اعتقد ان شاء الله الوطن العربي كله هيكون بيشجعكم، لان انتوا بتكونوا في الماتش ده فخر للجميع. املنا فيكم الماتش ده وانتوا قدها ان شاء الله. I love you جزائر، خوا خوا يا صديقي، احنا املنا فيكم. يا ساتر يا جماعة، شو اللي عم تعملوا الجزائر قبل بطولة كأس العالم؟ شو اللي عم تعملوا الجزائر قبل كأس العالم بيوم واحد يا رجل؟ عم بتهدد الأرجنتين، عم بتهدد الأرجنتين حاليا. الجزائر 4-0 على بوليفيا، ويخرب بيت أم الجنون. الجزائر مش جايين يتسلوا، الجزائر جايين ليغلبوا الأرجنتين في بطولة كأس العالم. بس المشكلة يا جزائري إن الأردن معك في المجموعة، المشكلة إن الأردن معك في المجموعة، والأردن بدها تتأهل. يعني بدها تتأهل، خلي يتأهل الجزائر والأردن والأرجنتين والنمسا يودعوا برا المجموعة. جزائري احنا وياك، جزائري الأردن والجزائر، الأردن والجزائر للدور القادم. يا زلمة مرعبين قسما بالله، الجزائر مرعبين. نربح ميسي ان شاء الله. تخيلوا برك أبطال العالم الأرجنتين وميسي خايفين من تصريح لاعب جزائري قالها بالفم المليان إن شاء الله نربحوا ميسي. والصحافة الأرجنتينية اللي ما تتلفت غير للكبار ولات متبعة كل حركة للمنتخب الجزائري، خصوصا بعد ما ربحوا هولندا بهدف نظيف. هل هو خوف من قوة محاربي الصحراء ولا احترام زايد عن اللزوم؟ الأرجنتينيين حاطين الجزائر في خانة الخطر الحقيقي. الجزائر فايزة 4 على بوليفيا والدقيقة 60. ما شاء الله. شوفوا أنيس الحاج موسى، شوفوا والله ما رحموا بوليفيا. لا عم الجزائر غير، الجزائر مش ناوي على خير في كأس العالم. لا خاف يا أرجنتين وخاف يا النمسا، واحنا والجزائر حبايب. تبارك الرحمن ما شاء الله. شوف والله أداء أسطوري يا جماعة. بهدلوا بوليفيا، بهدلوهم بهدلة، وإن شاء الله بإذن رب العالمين إنك يا الجزائر بتقدم كأس عالم عالمي. تبارك الرحمن. والله يا إخوان لعب الجزائر عالم اليوم. تبارك الرحمن. الارجنتين بدات بدري قوي. مين ابراهيم ماذا اتسال عن ماتش الارجنتين والجزائر في كاس العالم، وقال كاي لاعب مسلم بفطرته، قال ان شاء الله نفوز على الارجنتين. بعد الكلمه دي وقامت حمله على ابراهيم ماذا على حسابه في تويتر من الارجنتينيين كلهم مسكوا في كلمه ان شاء الله دي، وتقليل مش طبيعي من الاسلام بشكل عام، ومن كلمه ان شاء الله بيتريقوا بشكل فظيع على الكلمه دي. ومش عارف اقول لك ازاي، يعني استغفر الله، مش عايز اعرض لك الكومنتات، بس انا هقول لك اللي اتقال. قالوا له حتى لو ربك نفسه نزل لعب الماتش ده الارجنتين برضه هتكسب والجزائر ملهاش حظوظ. شايف الموضوع وصل معاهم لفين؟ يعني شايف يعني كده الموضوع اصلا خرج بره اطار الكوره اساسا. الموضوع كده مبقاش في كوره. انت المفروض بتحترم جميع الطوائف او جميع الاديان، مالكش دعوه ده بقى ايه بيقول ايه، مالكش دعوه. بيع فطره اي لاعب مسلم ان هو بيقدم المشيئه في اي حاجه، ماتش كوره او غير ماتش كوره. فانت الحمله اللي على ابراهيم ماذا وكميه العنصريه من الارجنتينيين والوقاحه وقله الادب مش طبيعيه. انا مش عايز تاني اعرض لكم الكومنتات عشان الكلام شكله فعلا فظيع. فاتمنى من كل قلبي ان الجزائر في الماتش ده تمسح بوش الارجنتين نجيله امريكا كلها، مش نجيله الملعب بس. الجزائر هو الحصان الاسود للمنتخبات العربيه في بطوله كاس العالم. هتغمض هتفتح هتلاقيه في دور ال16 عامل استعداد لبطوله كاس العالم تاريخي. ضرب جواتيمالا ب7، وبعد كده تعادل مع اوروجواي وفاز على هولندا، وبينهي بالفوز على بوليفيا 4. ما دخلش فيه ولا هدف دخل في الجزائر اخر 4 مباريات. ما شاء الله. وعندهم لعيبه كبار، محرز، وعندهم لعيبه صغيره، ماذا وانيس حاج موسى، ميكس. بيتكوفيتش عامل لنا توليفه المنتخب الجزائري
دور 16 لن اتنازل عن دور ال 16 للمنتخب الجزائري، لن اتنازل يا جماعه. انا لسه تخيل الصحف تكتب عنك انك ارهابي فقط لمجرد انك قلت ان شاء الله. هذا بالضبط اللي صار مع مازا لاعب المنتخب الجزائري اللي فقط قال ان شاء الله سنفوز على منتخب الارجنتين. تخيلوا آلاف الحسابات الأرجنتينية دخلت عليه وبدأوا يهاجمونه وحتى وخلوا الموضوع أبعد من كرة القدم. الهجوم تحول فورا لسب علني للإسلام والمسلمين، وكل هذا بسبة كلمة إن شاء الله، مع أن هذه كلمة عادية كل مسلم ممكن يقولها في يومه عشرات المرات. وحتى كانوا يستهزئون ويقولون مستحيل أن الجزائر تفوز على الأرجنتين في كأس العالم. الله يرحم، نسينا يوم السعودية فازت على الأرجنتين في كأس العالم النسخة الماضية، وإن شاء الله الجزائر راح تسويها هالمرة. سأل الإسلام بسبب تصريح إبراهيم مازا ابن الجزائر. إبراهيم مازا فقط طلع وحكي عن منتخب الأرجنتين وقال إن شاء الله سنفوز على منتخب الأرجنتين ومعهم ليو ميسي، فأصبح تصريح إبراهيم مازا ترند في الأرجنتين فقط لأنه قال إن شاء الله سنهزم الأرجنتين. بدأوا الشتائم بإبراهيم مازا والجزائر وأيضا للإسلام، رغم أنه إبراهيم مازا ما غلط، فقط حكي بتصريح أنه إن شاء الله سنفوز على الأرجنتين. فهذه العبارة خلتهم يموتوا وما تقبلوا تصريحات إبراهيم مازا. فإن شاء الله يا إبراهيم مازا ستهزم الجميع وترفع راس الجزائر والعرب إن شاء الله. مباراة الجزائر بسم الله ما شاء الله. أنا بغيت هذا اللعب الجزائر فين كان؟ شحال هذه؟ بغيت هذا المدرب علاش ما جابوهش في الأول؟ بسم الله ما شاء الله عليكم، الله يحفظكم من العينين. والله فرحتوني، عجبتوني في اللعب البارح. انا كمغربي فيقت في 4 الصباح تفرجت للجزائر. كيهمني الماتش للجزائر، انا ملي كيكون لاعب الجزائر كيهمني الماتش ديالهم، لان غنشوفهم شنو غيعملوا مع الارجنتين. عندكم تنعسوا مع الارجنتين، ديروا هاد اللعبه اللي كديروا، عندكم يديكم النعاس مع الارجنتين، عندكم ديروا شي فضيحه مع الارجنتين. بغيت نشوف هاد الغلب اللي كتغلبوا دابا 4-3. اسمع، لن تهزمونا ولو أتى الله معكم شخصيا. ميسي أعظم من الله. الجزائريون متعجرفون، بلدهم مثل كل البلدان في إفريقيا، هم قمامة. لدينا إله ثان في السماء وإله في الأرض بالإضافة إلى البابا. في إطار الرياضة والمنافسة الشريفة ورفع سقف التحديات، علق لاعب جزائري اسمه إبراهيم مازا على مباراة الجزائر ضد الأرجنتين وقال: سنفوز على ميسي إن شاء الله. وركزوا لي جيدا على عبارة إن شاء الله. نربح ميسي إن شاء الله. في هذا التعليق الذي تم تداوله في بعض الصفحات الأرجنتينية، صدم العالم بالآلاف بل بعشرات الآلاف من التعليقات التي تسب الإسلام والمسلمين وتسب الجزائريين والأفارقة والأخضر واليابس من طرف الأرجنتينيين، بل وصل بهم الأمر إلى سب اسم الجلالة الله مقدسات المسلمين، ووصفوه بأقدر الأوصاف. هذا الجلد المنفوخ اللي هو كرة القدم أظهر مدى تخلف وشوفينية وإرهابية هؤلاء، يصفوننا بالإرهاب، وفي الحقيقة هذه الأوصاف تنطبق عليهم من خلال هذا. كلنا مع إبراهيم مازا، فهو لم يفعل شيئا خاطئا، وكلنا مع إخواتنا الجزائريين في الفوز على هؤلاء ولو رياضيا فقط. اللاعب الجزائري ابراهيم مازا يا جماعه صاير ترند بشكل كبير جدا في الارجنتين. اللاعب قال ان احنا لا نخاف من الارجنتين، اوكي نحترم الارجنتين لكن لا نخاف منهم ونرغب في اننا نهزمهم. هذا هو الهدف، اننا نهزم الارجنتين في كاس العالم. ابراهيم مازا تكلم ان منتخب الارجنتين دائما يروح لجهه الاستفزاز داخل ارضيه الملعب طبعا، فقال احنا لازم نتحلى بالهدوء ونعرف كيف نسيطر على المباراه ونروح نفوز عليهم وهم لا يخيفوننا. التصريح الجريء جدا هذا تناقلته وسائل الاعلام الارجنتينيه بشكل كبير جدا، زي ما انتم شايفين الكل يتكلم على كيف انهم عندهم هذه الجرأة في انهم يتكلمون بهذا الشكل امام بطل العالم. طبعا الاعلام الارجنتيني يتكلم بطريقه احترافيه، لكن الكثير من الجماهير كان يتكلم بشكل سلبي صراحه وسيء جدا، ودخل في امور اكبر من كره القدم، يعني امور حرفيا ما لها علاقه بالكره وما تجاوزوها تماما. دخلوا في ديانة، في أشياء عميقة جدا، تعليقات كثيرة يعني مش واحد ولا اثنين سلبية جدا. كلهم كانوا يتوعدون أنهم يبغون يشوفون دموع هذا اللاعب اللي هو إبراهيم مازا في مباراة الأرجنتين والجزائر، سنركلهم خارج البطولة. تخيل الكثير منهم من الأرجنتينيين قاعد يقولون كذا، سنركلهم خارج البطولة. المباراة هذه يا جماعة ولعت من بدايتها، الجزائر والأرجنتين كل التوفيق للجزائر.